السلام عليكم أعزائي المشاهدين، ومرحبا بكم في فيديو جديد. موديلات جديدة لفيات بالجزائر لمنافسة العلامات الصينية، هذا ما نتعرف عليه في هذا الفيديو. ولكن قبل أن نبدأ صلوا على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تصلكم جميع الفيديوهات الجديدة. وبدون إطالة نبدأ الفيديو على بركة الله. أكدت مصادر إعلامية أن علامة فيات في الجزائر ستتوجه سنة 2024 إلى تسويق موديلات جديدة متنوعة، وذلك لتلبية أكبر عدد ممكن من احتياجات الزبائن ومواجهة العلامات الصينية التي ستدخل السوق بأسعار جد تنافسية وموديلات متنوعة. وأكدت ذات المصادر أن خطوط إنتاج مصنع فيات سيتعزز بتركيب 5 موديلات متنوعة من السيارات السياحية والنفعية، بما يلبي رغبات مختلف شرائح المجتمع الجزائري، وذلك على مراحل متنوعة من سنة 2024. وأول نموذج سيتم تركيبه هو فيات 500 بمحركها الهجين، والتي تم الشروع في تسويقها بشهر مارس الماضي بسعر 238 مليون سنتيم، وسينخفض سعر السيارة إلى ما دون 200 مليون سنتيم بعد إعفائها من مختلف الضرائب. ثاني طراز هو المركبة النفعية دوبلو بمحرك ديزل بسعة 1.6 لتر بقوة 92 حصانا، والذي تم الشروع أيضا في تسويقه شهر مارس الماضي بسعر 317 مليون سنتيم، وهو الآخر ستتراجع أسعاره. ثالث طراز سيتم تركيبه هو فيات دوبلو السياحية ب5 مقاعد لكن بمحرك بنزين، وهي ستكون من أكثر السيارات طلبا لشريحة واسعة من الجزائريين لهذا النوع من السيارات. رابع طراز سيتم تركيبه هو فيات تيبو هاتشباك ب5 أبواب بمحرك بنزين 1.4 لتر بقوة 95 حصانا وعلبة سرعات يدوية من 6 نسب. والطراز الخامس الذي سيكون مفاجأة من العيار الثقيل هو سيارة البيك اب فيات تيتانو شبيهة بوجو لاندر تريك بمحرك ديزل HD بقوة 150 حصانا، والتي تعتبر من منافسي تويوتا هيليكس. وفي الأخير أعزائي المشاهدين، هذا ما لدينا اليوم، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.